كنا قد أشرنا إلى القرارات التي أعلنتها لجنة الانضباط الليلة، وكان من بينها إيقاف سلطان غانم ظهير نادي النصر الذي يلعب فريقه مباراته اليوم أمام القادسية. تعليقا على ذلك يطلب المداخلة الأستاذ عبد العزيز الجليل نائب رئيس نادي النصر. سيد الجليل، مساء الخير، أهلا بك معنا، شرفتنا في البرنامج. صباح الخير أخوي بتالي، أهلا وسهلا. صباح الخير. أبدا طال عمرك، أنا مداخلتي مختصرة. تفضل. بالنسبة للخطاب وصلنا أن طال عمرك يوم الاثنين الظهر خطاب استفسار من لجنة الانضباط. جميل. وطلبوا من الرد أنه يكون خلال 6 ساعات ونص. في يوم الاثنين نفسه؟ يوم الاثنين نفسه. طلبوا منا أن يكون الرد خلال 6 ساعات ونص، لأن اللجنة بعد كذا بتعقد اجتماعها وتصدر القرار بشأن الحالة اللي صارت. صحيح. هذا الكلام أمس حصل. نعم. فروض العقوبة تطلع أمس، ما صار شيء. لاعب عسكري من الأحد والاثنين واليوم، والمدرب معتمد عليه اعتماد كبير، والأمور الحمد لله زينة، وعسكر دخل غرفة ينام. تفاجأنا بالقرار اللي طلع اليوم إن اللاعب معاقب. طيب يعني أصلا كيف يعني أقول للمدرب هذا الشيء؟ مدرب جاي عالمي واللاعبين الموجودين تفاجأوا. سببت ربكة ما هي طبيعية. عبد العزيز، أنتم احتجاجكم على القرار كقرار ولا على التوقيت؟ على التوقيت. القرار بغض النظر هل هو متعمد غير متعمد، هذا مو باختصاصنا. احنا على التوقيت. التوقيت يعني جدا 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 غريب عجيب صراحة. طيب بماذا تفسر ما حدث الآن؟ هل تفسره بأنه ضعف في الترتيب والتنسيق مثلا أو أي شيء آخر؟ قرار استفزاز أنا أشوفه. ليش يستفزونكم؟ قرار استفزاز. شو يبون فيكم يستفزونكم مع عبد العزيز؟ يعني ليش؟ ما أقدر. شوف أنا بقول لك إياها يا طويل العمر، يعني القرار إنه يصدر قبل المباراة 22 ساعة هذا استفزاز واضح وصريح. إذا أنت مجتمع يوم الاثنين وطالب مني هنا 6 ساعات ونص، ليش ما صدرت القرار يوم الاثنين؟ ليش تصدرها يوم الثلاثاء؟ ايش تفرق معكم الاثنين عن الثلاثاء؟ توضح لي. تفرق في يوم تمرين نبلغ اللاعب ونبلغ المدرب ان اللاعب معاقب ولا يقدر يشارك معك. نعتمد على اللاعبين الموجودين كلهم، كل اللي يمثلون نادي النصر لاعبين اكفاء وكلهم يعني على مستوى واحد. لكن يعني اعتمد على لاعب 3 تمارين وفي الاخير قبل المباراه معسكر الرجال داخل غرفته بينام، تعال لو سمحت والله اللجنه عاقبتك. يعني فيه عموما اخوي بالتالي ما ابغى اطول. لا انا ابغى اسالك بس سؤال اخير، هل بس انتم هذا بالنسبه لكم هو احتجاج فقط اعلامي، ولا في استئناف ولا في شيء؟ انا ما اعرف القرار صراحه في استئناف ولا لا عشان ما اخطي لاني ما قريت النص. القرار غير قابل للاستئناف. اي احنا الان بنرفع تعليق العقوبه للاعب. تعليق العقوبه حتى انتهاء مباراه بكره. اي مستندين على ماذا؟ على تاخر القرار ولا على ايش؟ على تاخر القرار، وسبق وصارت مع لاعب نادي الفتح. نعم. واصدرت اللجنه انه 24 ساعه غير كافيه المدرب يغير خطته والكلام هذا. نهايه حديثي بس انا ما ابغى اطول طال عمرك. تفضل. احنا يعني طمعانين في معالجه الوضع في اسرع وقت. سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئه العامه للرياضه باذن الله، احنا نعرف ان الرجل يعمل وهمه تطوير الكره السعوديه والتصحيح، وباذن الله ان تكون في حلول عاجله وسريعه تفيد رياضه الوطن، وباذن الله يكون موسم ناجح على قدر التطلعات باذن الله. شكرا جزيلا عبد العزيز الجليل نائب رئيس نادي النصر.